السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موضوع جديد، موضوع مهم بزاف، خاص كل تسمع ليه، وماشي غير تسمعي وتفوتي ولا تدوزي مرور الكرام. خاصك تسمعي يعني وتحاولي تفهمي شنو ديري بالنصائح اللي غنعطي في هذا الفيديو، لان الامر خطير للغايه. الام اللي كتقارن وليداتها بالولاد ديال الناس الاخرين، سواء الدراري ديال المحيط ولا ديال العائله، غنشوفوا واش هذا الفعل اللي كتقوم به الام واللي هو المقارنه واش غيفيدهم وغادي يزيد بهم القدام في حياتهم ولا غيدمرهم. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نتكلموا على هذا الموضوع بعمق، غادي نحللوه ونناقشوه بعمق، وغنشوفوا كيفاش هذا الكلام كيأثر لينا على النفسيه. ان كل ام كتبغي وليداتها يكونوا احسن من الناس كاملين بلا ما ننافقوا بعضياتنا. طبعا نبغيو الخير عفوا للناس الاخرين والوليدات المسلمين اجمعين، ولكن ما غتبغيش الخير لشي واحد اخر اكثر من ولادك. كاينين امهات اللي فاهمين هذا الامر، وكاينين اللي كيديروا هذا الامر ولا كيقولوا ولادي خص يكونوا احسن من الدراري الاخرين، ولكن بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف. اقبح حاجه ممكن ديريها في حق ولدك هي المقارنه كتقتل النفس ديال الانسان. ملي كتبقاي على ولدك، شوف ولد فلان شحال جاب، يعني كنهضروا هنايا على النتيجه. كتبداي تقارني النتيجه ديال ولدك بالنتيجه ديال ولد الجيران مثلا، وكتبقاي تضربيه به كل نهار. ولد فلان قافز، ولد فلان كيقرا مزيان مجتهد، انت يا الكسول يا المكلخ يا المعفون. يعني هكا كيهضروا بعض الامهات الله يهديهم، هنا كيضروا بزاف ولادهم بلا ما يحسوا. النوع ديال العيالات اللي كيديروا المقارنه ما كيخليو حتى شي مصطلح ما كيقولوش لولادهم كمعيار. السطل يا الكسول يا المكلخ يا المجلج يا المطنق، كلشي كيقولوه لولادهم على اساس ديك الهضره كامله ملي غيسمعها ولدك غديري ليه واحد الدفعه القدام، وغينوض يتشجع ويشد الضد، وغادي يقرا مزيان وغيتوفق احسن من غيجيب نتائج اللي غترضيك نتيا احسن من داكشي اللي كان كيجيب قبل. العيالات راه المقارنه ماشي تحفيز، المقارنه ضغط كتمارسيه على ولدك نهار بعد نهار حتى كتخرجي ليه على مستقبله وعلى النفسيه ديالو. دبالك ملي كتبقاي تنعتي ولدك بدوك النعوت اللي قلت لكم ديال المكلخ يعني السطل، دوك الكلمات كاملين ملي كتقوليهم له، عند بالك غيفهمهم باللي نتيا كتحاولي تحفزيه؟ لا، لان العقل ديالو ماشي بحال ديالك انتي، وداكشي اللي باغا انتي توصليه ليه هو باقي صغير باش يفهم دوك القوالب ودوك الهضور ودوك، يعني ما غاديش يعرف باللي نتيا كتحاولي تحفزيه باختصار. هو كيشوف باللي نتيا كتقولي له بانه طفل ما عندوش العقل، ويعني ما يؤوس منه وماشي محبوب وما غاديش يوصل واخا يدير المجهود، لانه صافي كياخد على بكثر تما كتبدا يتقدفي فيه، كياخد على راسو واحد الفكره اللي هي انا انسان فاشل، ما غنرضيش الام ديالي، وما واخا ندير اللي درت ما غنقدرش نوصل، لان كما قالت انا سطل وانا. يعني ديك النفس اللي عنده وداك المجهود اللي عنده، واللي لو كان عرفتي تهضري معاه بطريقه اخرى غيوصل وغادي يعطي في القرايه ديالو، كتقتليه بدوك الكلمات. الام هي الركيزه ديال الاسره. ملي انتي اللي ام كتقولي لداك الطفل باللي هو بليد ومكلخ الى اخره، كنعرفوا الام هي اكثر واحد خاص تكون يعني كتحس بالامان معاه ومن جهته. ملي كتفقد الامل والامان حتى في الام ديالك، ديك الساعه يعني الاجهزه ديالك كامله كتوقف، عقلك كيوقف، قلبك كيوقف، الطموحات ديالك، يعني كل شيء حياتك كلها كتخربق. خطير في هذا الشيء هو ان الطفل ملي كتكرر عليه دوك الكلمات ودوك النعوت وداك السبان والمعيار ديال الام ديالو، كيفقد الثقه في راسو، وهذاك الاحساس كيبقى كيكبر معاه. يعني ماشي واحد الاحساس اللي كيكون غير فتره ودايزه، لا، كيبقى يكبر معاه وكيتطور شويه بشويه حتى كيولي يفقد الشغف وكيولي يفقد الثقه، ما كيبقاش قادر يجاوب، كيخاف الا جاوب في القسم ويعني وكان الجواب ديالو غلط يدير ليه الاستاذ كما كدير ليه الام ديالو قدام التلاميذ ويضحكوا عليه. الطفل ملي كيحس براسو تحت الضغط راه التركيز ديالو كيتشتت،
راه المخ ديالو ما كيبقاش خدام مزيان، ديما كيحس بالخوف يعني من الغلط، وديما كيخاف ان الناس ولا يعني الطرف اللي كيتعامل معاه يغوت عليه الا ما جابش داكشي اللي بغا هو هذاك، لان هذيك هي الفكره اللي غرسات فيه الام ديالو او اللي زرعاتها فيه. هادشي كامل ملي كيتجمع كيعطينا العكس ديال داكشي اللي بغات الام في الاول. هي بغاتو يكون مجتهد ويجيب نقاط مشرفه ويكون حسن من يعني الاطفال ولا التلاميذ ديال المحيط ديالو، ولكن في الاخر كتحصد العكس ديال داكشي اللي كانت عواله عليه. كما كنعرفوا كاملين كل ما تزاد الضغط كتنقص النتائج. هنا الطفل كيبدا يكره الدراسه بشكل تدريجي، ما كيبقاش حامل شي حاجه سميتها الدراسه ولا القرايه. كتذكر قدامو ديك الكلمه ديال الدراسه كيحس براسو مخنوق، ماشي حيت ما باغيش يقرا، ولكن حيت هاد الكلمه ديال الدراسه ولا القرايه مرتبطه عنده بالالم والتوتر. تولي تبان له القرايه تساوي المشاكل والغوت والمقارنات والمعيار والتطياح الى اخره. الامهات يعرفوا واحد القضيه، بان الاطفال ولا وليداتنا راه ماشي كلهم بحال الامهات ديالنا يوعاو داكشي اللي عشنا فيه حنايا والجيل ديالنا ما نعيشوش لوليداتنا، حيت الامهات ديالنا والجدات ديالنا كان عندهم عذر، يعني ماشي كلشي قاري ماشي كلشي واعي يعني كان عذر. اما دابا كلشي متوفر والانسان خاصو يتعلم ويقرا الطريقه اللي يتعامل بها مع وليداته، شنو هي الحاجات اللي كتضغط عليهم، كيفاش نوصل ليه واحد الفكره. اذا حنا دابا ما عندناش مبرر وحشومه نكونوا مثلا كنعانيو من شي حويجات دازو علينا في الصغر ونعيشوهم عاوتاني لوليداتنا. تعرفوا باللي كل طفل والعقل ديالو، كل طفل وكيفاش يعني السرعه ولا كيف الطريقه اللي كيفهم بها. راه كاين اللي كيتعلم دغيا، كاين اللي البيب تبارك الله دغيا كيفهم ودغيا ما تيديرش مجهود كبير وكيحفظ، وكاين اللي مسكين كيدير مجهود اكثر من هذاك اللي كيجيب نقاط مزيانه ولكن العقل ديالو ما مساعفوش ما معاونوش. كي خاصو يدير واحد الحاجه ويعاود وفي الاخر واش يبقى عاقل على شويه من داكشي اللي حفظ ولا لا. هنا المشكل ماشي فيه، ربي خلق وفرق. الحاجه اللي خاصكم تركزوا عليها هي نشوف ولدي ولا نشوف بنتي واش تفوقات هذا العام على العام اللي فات، ولا واش جابت مزيان في هذه الدوره اكثر من الدوره اللي فات، ماشي واش جاب اكثر من ولد فلان. كان ضروري نكونوا كاملين كيف فانتي اللي كتضربي ولدك وكتعنفيه وكتقولي له علاش ما جبتيش بحال ولد فلان وعلاش ما تتجاوبش بحال ولد فلان، فانتي اللي كتشوفي فيا دابا وكديري هذا الفعل هذا، علاش ما وليتيش طبيبه، علاش ما وليتيش بيلوطه، علاش ما وصلتيش لشي منصب اللي واعر. قولي لي كل واحد ورزقه، ايوا احنا عليها داويين، كل واحد ورزقه حتى في القرايه، وكل واحد والعقل ديالو وداك الشيء اللي قادر عليه واللي بغى ربي يوصل ليه. شوفوا البنات باش نكون معاكم صريحه، الدعم النفسي كيلعب واحد الدور كبير في تاطير الطفل. عوض ما نقول ليه ما في يدكش انت كاسول انت مطنق انت مكلخ ولا ما غدير والو، باينه ما غتجيب والو في الاخر ديال العام عاوتاني واحد 4 ولا واحد 3، باينه فيك مكلخ بحال ديما. وفين عمرك درتيها زينه، فين عمرك جبتي لنا شي نقطه زوينه كتفرح. عوض هاد الهضره هادي قولي له تايقه فيك ولدي، انا عارفك غتجيب مزيان في هاد الدوره اكثر من الدوره اللي فات، انا عارفك انا تايقه فيك. راه بحال هاد الكلمات كيدفعوا بنادم للقدام. غتقولي لي واش والدينا كانوا كيقولوا لنا بحال هكاك، راه كانوا كيقولوا لينا شوف فلان احسن منك وبدينا كنزيروا راسنا باش نكونوا بحالو ولا احسن منه. وانا غنجاوبك علاه نتيا دابا طفرتيه، اكيد ما طفرتيش، لان كاع اللي تعامل بديك الطريقه في الصغر راه كيطلع في عنده خلل. الا ما كانش عندك خلل من هذه الناحيه غيكون عندك من ناحيه اخرى، لان الطفل داكشي كله اللي كيدوز عليه راه كيبقى شادو لداخل. ومن الاخر الا انت نفعت معاك القضيه ديال المقارنه وعطاتك واحد الحافز انك يعني ديري شي حوايج مزيانين غير بسبب ديك المقارنه، راه ما غنسقطوهاش على كل شيء وما كتنجحش مع كل شيء. في الاخر غنقول لك راه النجاح الحقيقي
ماشي هو شحال جبتي في النقطة. النجاح الحقيقي هو عقلك شنو فيه، واش عامر، واش دماغ. لان شحال من واحد كيكون يعني دماغ هانتي زيرتي كاع داك الولد وقرا وجاب نقط مزيانين وكل شيء، غيبقاو عنده عقد نفسيه اللي ما غيخليوهش يستافد من داكشي اللي قرا وداكشي اللي تعلم. شحال من واحد كيكون راسو عامر، ولكن كيجي مثلا مقابلات العمل ولا شي مجمع اللي ضروري يهضر ويتفاعل ويبين حتى هو باللي قاري وواصل، ما كتكونش عنده الثقه في النفس باش يهضر. ها فين قلت لكم العامل النفسي ضروري بزاف. وكاين اللي المعرفه ديالو على قد الحال وكيتشجع وكيهضر وكيسكت البشر. علاش؟ حيت ربما هذاك اللي على قد الحال ما تعرضش لضغوطات نفسيه في الصغر ديالو، حظى بواحد الكم هائل ديال الحب وديال الحنان وديال العطف اللي خلاه كبر بواحد النفسيه متوازنه، واللي عطاته يعني واللي عطاه داك التعامل الزوين، واحد النفسيه اللي قويه بزاف. الا بغيتي ولدك ينجح في حياته سواء في النقاط سواء في الحياه اليوميه ديالو، كوني سند ليه، دعميه، ماشي تقارنيه مع الناس. كان هذا الفيديو ديال اليوم، وصلنا للنهايه ديالو، وما عليا الا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.